بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر ديوان سويلم وأشكر الديوان واستضافتهم لي في هذه الندوة، وأخوكم يونس نصير من تجمع حقوق المتقاعدين. طبعا احنا قضيتنا الكل يدري انها صارت رأي عام، واعتقد 4 حكومات لحد الآن و5 وزراء مالية لحد الآن، والوزير الخامس الأخ معالي الوزير أنور المضف، أنت خامس وزير لوزارة المالية ورئيس التأمينات الاجتماعية. اليوم لما نبني نعطي هذه القضية حجمها، فنشوف أن قضية المتقاعدين هي أساس المجتمع الكويتي. اليوم في كل بيت في متقاعدين. اليوم لما نتكلم على قضية فهم الركيزة الأساسية في البلد. اليوم في كل بيت في متقاعد، وأعتقد كل المتقاعدين عيالهم هم الحين اللي يشتغلون. أنا اليوم أبي أوضح أن قضية المتقاعدين قضية لابد أنها تكون قضية أساسية للحكومة القادمة، لأن احنا للأسف يمكن الحين قعدنا 5 حكومات و5 وزراء مالية لحد الآن ما تم إنصاف جميع المتقاعدين. أنا اليوم لمن أجي وأعطي فئة من المتقاعدين وأخلي فئة، فهذا لا دستور ولا قانون. اليوم لمن أجي أبي أحط قوانين، لابد أن هذه القوانين هي تصف لي جميع الشرائح اللي هم المتقاعدين. اليوم احنا عندنا أكثر من 30,000، وأنا قلتها أمس وأول أمس وكل يوم راح أقولها حق وزير المالية الحالي الأخ أنور المضف. لابد منك أنك تعيد الحسابات اللي صارت مع وزير المالية السابق. اليوم عندنا 30,000 والباب الخامس، وكثير من المتقاعدين اللي ما حصلوا أي زيادة. فأعتقد الدستور والقانون ما يفرق ما بين المجتمع الكويتي اللي هم المتقاعدين. اليوم احنا نحتاج إلى إعادة الخدمات أو إعادة القوانين أو القرارات في التأمينات الاجتماعية. اليوم احنا نبي نغير القرارات لصالح الأنصبة. اليوم أنا ليش قاعد أتكلم عن الأنصبة؟ الأنصبة يعني مثلا واحدة معاشها 700 وتاخذ نصيب 710 310، فهذه لما جمعوا المبلغ طلع 1010 دنانير. قالوا له مالك شيء. ليش يبقى مالي شيء؟ لأن القانون عندنا رقم 5 أو القرار رقم 5 لسنة 78 يقول لا، اللي يجمع ما بين المعاش وما بين اللي هو الراتب أو الأنصبة، إذا وصلت ل 1010 على القرار اللي حصل أو القانون اللي صار في 3/12 مالك شيء. فهذا مو صحيح الكلام. اليوم احنا نقول حق أعضاء مجلس الأمة اللي صوتوا في 3/12، عفوا اللي صوتوا في 14 نوفمبر واللي صار القانون في 3/12، مو معقولة أحد منكم ما اكتشف أن في كثير من المتقاعدين في هذا القانون. وزير المالية طلع في الجلسة وقال أن هذا القانون، أنا ما قلت، هذا وزير المالية السابق الأخ فهد الجار الله، والفيديو موجود، وأتمنى أنه يوفي في وعده على الناس اللي تبي تطلع تقاعد. يمكن احنا سمعنا أن للحين التأمينات مو عارفة اللي هو التقاعد المبكر هذا على منو بالضبط. وين دراستكم يا أعضاء مجلس الأمة مع وزير المالية 3 أشهر؟ الحين واحد يقول هذه الدراسة، هذه مو دراسة، هذا أصلا القانون فاشل، لابد أنه يتعدل. ناس خذت 400 و300 عليهم بألف عافية، احنا معاهم، هذا اللي نبيه احنا. اما يجيك واحد معطينا دينارين، واحد معطينا 5 دنانير. هذا الوزير اللي قعد 3 أشهر مع أعضاء مجلس الأمة وطلعونا مثل هذا القانون دينارين و5 دنانير، ونقول حق اللي خذ مبلغ الكامل عليك بألف عافية. وهذا ما نسعى عليه احنا. التجمع حقوق المتقاعدين دائما يسعى حق تحسين معيشة المتقاعدين جميعا، لكن وزير المالية جاب لنا قانون مع أعضاء مجلس الأمة صوتوا عليه بدون لا يدرسونه،
وانا اقولها ودائما اقولها، واليوم وباكر اتمنى من اعضاء مجلس الامه انهم يدقون علي، على الاقل واحد فيكم، صار لي اسبوع اقول لكم او 10 ايام، قانون هذا مر عليكم؟ هل توزع قبل لا يدش الجلسه؟ هل تم دراسته منكم؟ غير اللجنه الماليه، انتم ك50 نائب لما صوتوا في الجلسه، واحد من النواب قام الاخ الحبيني وقال هذا اللي يعول في لغم. هم موضوع يعول، موضوع ان شرايح من المتقاعدين انظلموا. الباب الخامس والانصبه، شنو ذنب الانصبه؟ معاشها 800 عطوها تاخذ 200 من ابوها، والله حسبنا لك يا طلع 1000. منو قال هذا القانون اصلا انتم تقدرون تمنعون؟ دستور والقانون يقول لكم الناس سواسيه بالحقوق والواجبات. فاحنا اليوم نقول حق سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ابو صباح، احنا المتقاعدين 5 حكومات، سمو الرئيس 5 حكومات، 5 وزراء ماليه، وهذا الخامس لحد الان قضيه المتقاعدين ما انتهت. احنا اليوم نتمنى منك يا سمو الرئيس، وهذه يعني من تجمع حقوق المتقاعدين ومن المتقاعدين كلهم، يقولوا لك احنا الناس اللي انظلمنا نتمنى انك تنصفهم، وهذا المطلب اللي احنا نبيه من حكومتنا ان شاء الله ومتفائلين فيها. واحنا كتجمع راح نقدم طلب في مقابله سموك، ونتمنى من سموك انك تقعد مع الناس المعنيه في هذا الموضوع، ولا تقعد مع الناس اللي ما عندها اي درايه عن هذا الموضوع. اليوم انا عندي معاناه، انا المعني في الموضوع، مو غيري يتكلم عن معاناتي وما يدري شو اللي انا ابيه. فاتمنى ان شاء الله، وهذه رساله من تجمع حقوق المتقاعدين لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر المحترم، انه يقدم ملف كامل حق قضيه المتقاعدين، وتنتهي هذه القضيه اللي صار لنا الحين اكثر من 4 سنوات. واشكر الجميع واشكر هذه الدعوه ومشكورين.